السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ معدة. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم جبت لكم طريقه تحضير البغرير ولا اروع. تابعوا معايا المقادير. عندنا هنا 3 كيلات تاع سميده دقيق، في 4 كيلات تاع الماء. هنا الكيل كيما بغيتو، كيما تبغي شحال تكيل، تجبد كيلي بالكاس. تجي انا هنا عندي الغرفه صغار كيل كبير. الكيل تبقى عندك نتوما شحال بغيتي تكيلي. عندنا هنا مغرف فرينه، 2 تاع الساشيات تاع الخميره الكيميائيه، هي حوالي 20 غرام. ساشي واحد تاع الخميره 10 غرامات، 2 تاع لي ساشي حوالي 20 غرام. مغرف كبيره خماره الخبز، مغرف سكر، مغرف خل والملح. وروحوا طريقه التحضير. نجيب انا اولا ريسيبيون، خلط فيه كاع الماء ومن بعد ميكسي كلش. هنا عندي كما راكم تشوفوا 3 تاع السميد، عندي المغرف تاع المغرف تاع السكر والخماره ديالو. هنا عندي المغرف تاع الخل نديروها منها بجي، عندي الملح، عندي هنايا المغرف تاع الفرينه وزوج تاع لي ساشي كيما قلت لكم تاع الخميره الكيميائيه. ندير كلشي مع بعض ونروح للماء. الماء هنا الكيل اللي عبرنا به سميد نعبروا به الماء. نديروا 4 كيلات، 3 كيلات سميد في 4 كيلات ماء. والماء بطبيعه الحال يكون دافي. 4 راكم تشوفوا. انا اولا خلط كل شيء راكم تشوفوا. روحوا اللي مع انا عندي هنايا نخلطها في البلاندر تاعي في الخلاط، واللي ما عندهاش معليش بلا ميكسور نخلطها به. راح نكرروا في البلاندر. نشوفوا الطريقه. هنا المده تاع الخليط تاعي نخلطوها فيه، نخلطوا مده 4 دقائق الى 5 دقائق. بعد ما خلطناه هنا حوالي 5 دقائق بالخلاط تاعنا، نتركوه يخمر حوالي كذلك 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق، كل وحده وعلى حسب درجه حراره المطبخ. ومن بعد نروحوا نطيبوا مباشره. ما خلينا البغرير تاعنا حوالي 5 دقائق يخمر، نروحو سخنا المقله تاعنا ولا الطاجين تاعنا، ندير يلوش 1.5 ونخلط. كما راكم تشوفونا تاعنا البغرير تاعو يتقب، راهو يطيب. نخلوه يطيب حتى تنشف هاد الطبقه تاع العجين كامل باش نقلو الحب. كما راكم تشوفوا هاي الحبه تاعي تاع البغرير هاني قلعتها. شوفوا كيفاش جات طايبه. انا نزيد حبه واحده اخرى قدامكم كما الاولى.
ندير ايلوش ونصو شويه وحده على حساب لالوش تاعها اللي عندها في الدار ولا حساب المقله. المقله تكون صغيره ولا المقله كبيره ولا الطاجين ولا كاش اشكال. شوفوا كيفاش البغليه تاعي راهي تثقب كيما راكم تشوفوا. هاو البغلي تاعنا بعد ما طاب. شوفوا كيفاش خرج. شوفوا البغلي تاعنا كيفاش خرج مثقب. اتمنى ان عجبتكم طريقه التحضير تاع البغلي اليوم. واذا عجبكم البغلي اليوم لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.